انا حبيت وانجرح قلبي وتعمل وتروح وتنساني. انا ما وصلتش لحاجه من اللي حلمت بيه، لازم تبقى جنبي لو الايام عليا. الحب ده حكايه عذاب، دوس على قلبي عادي عادي واكتب عليه موت. مات الكلام خلاص سلام، هوانا ده انتهى. فوجئت بسنة 91 واحد بيغني أغنية نفس اللحن بتاعي، حطوا عليها كلام تاني وغنوها وقالوا التلحين من التراث، وعملها كان مطرب اسمه محمد محي. عمل فراق اشتغلت فيها شوية، وبعد شوية برضو لا نأخر، لا طب نغير الكلام، لا مش عارف مين، لا بخيرها بغيرها. قال لي يا باشا استغنى خلاص عن الشغلانة دي. قلت له لا أنا ما سمعتش ده، إزاي يستغنى؟ قال لي يا باشا اتجوز حد مهم جدا وعايش بره وطيارات خاصة. في أواخر الثمانينات كانت الساحة الغنائية في مصر بتتغير بسرعة. شركات التسجيل الكبيرة زي صوت الدلتا وهاي كواليتي بقت بترعى موجة جديدة من الأصوات بعد رحيل رموز الطرب الكلاسيكي اللي كانوا ماسكين قلوب الجمهور سنين. النجوم الجدد وقتها كانوا بيشكلوا ملامح المرحلة. حميد الشاعري بأسلوبه المختلف في التوزيع، في سكوت زمان يفوت، هشام عباس بإيقاعه الخفيف، ناري ناري قلبي جراله، إيهاب توفيق برومانسيته، الله عليك يا سيدي قلبك دب في ايدي، وعمرو دياب اللي كان بيصعد بسرعة الصاروخ. الأغنية بقت أقصر أي نعم، لكن مليانة إحساس، والجمهور بدأ يدور على صوت بيعبر عنه هو بالذات وسط موجة مليانة منافسة وضغط. الصوت ده كان لمحمد محي. قادر تندم على الأيام، الفنان اللي هيلمع بهدوء ويختفي فجأة ويخلي الكل يتساءل هو راح فين وليه ساب الساحة. ما بقتش شبهي بخاف مني. الحكاية بتبدأ من شبرا، الحي اللي خرج أساطير في الفن والمزيكا، ومن شارع جسر البحر هناك سنة 1970 اتولد طفل بسيط من أسرة متوسطة، لكن كان جواه حاجة مختلفة. مع الوقت أهله اكتشفوا موهبته بدري وفعلا شجعوه إنه يجرب صوته الحلو. بابا وماما رحمة الله عليهم كانوا فنانين جدا وبيسمعوا كويس جدا، مش بس في الدراسة، يحبوا إن أنا أدرس مزيكا. محمد محي الشاب اللي المزيكا كانت شغفه من وهو صغير، كبر وهو ماسك في حلمه وقرر يدخل كلية السياحة والفنادق، لكن زي ما بيقولوا الموهبة وحدها مش كفاية، علشان كده خطى خطوات أبعد ودخل معهد الموسيقى العربية، وهناك صوته اتشكل بشكل احترافي وبقى جاهز يدخل عالم الفن من بابه الصح. أواخر الثمانينات كان ماشي من شركة لشركة بيحاول يقنعهم بموهبته، لكن الردود كانت بتكسر القلب، صوتك حزين مش هينجح، ومع ذلك معرفش الاستسلام. سنة 91 جت الفرصة اللي قلبت حياته لما حسام حسني جاره في المنطقة عرض عليه يشتغل مع فرقته، ودي كانت بداية نقطة التحول، لأن من خلال الفرقة دي شافوا حميد الشاعري وأعجب بصوته فورا وقدم له فرصة من ذهب يشارك في ألبوم جماعي بعنوان هاي كواليتي بأغنية عالبال والخاطر. عالبال والخاطر يا اخوانا جمالها. الأغنية عجبت الناس ومحمد محي لفت الأنظار، وبعدها مباشرة نزل أول ألبوم ليه أنا حبيت. أنا حبيت وانجرح قلبي، واللي حقق نجاح معقول لفنان لسه بيبدأ، لكن وسط أجواء الحماس والانطلاقة حصلت أزمة غير متوقعة، أزمة مع فنان كبير زي سعيد صالح. يمكن أول سؤال هيخطر في بالك، إيه علاقة مغني لسه بيحط أول خطوة بممثل بحجم سعيد صالح؟ الحقيقة السبب كان أغنية محي، استخدم لحن أغنيته أنا حبيت وهو نفسه لحن أغنية أنا اتلهيت وخد الزندي اللي غناها سعيد صالح في مسرحية الكعبلون. أنا اتلهيت واخد الزندي
ذنبي. المشكلة ما كانتش بس في التشابه، لكن في ان سعيد صالح ما اتخدش رأيه ولا حتى اتقاله. فجأة لقى الأغنية بتتذاع، سعيد صالح بنفسه طلع يتكلم عن الموضوع وقال: في اغنيه لحنتها سنه 82، فوجئت بسنه 91 واحد بيغني اغنيه نفس اللحن بتاعي، حطوا عليها كلام تاني وغنوها وقالوا التلحين من التراث. اول حاجه عملتها رحت عامل عضويه نقابه المياه الموسيقيه، قلت له تعالى هطلع عين امك الاغنيه دي تلحين. قال لي يا استاذ احنا بس ما عرفناش الا دلوقتي وبتاع. هو عملها كان المطرب اسمه محمد محي. لكن محي بعد كده طلع وبرر موقفه وقال انه ما كانش يعرف من الاساس انهم نفس اللحن. هو انا اتفرجت زمان انا وحسام حسني على مسرحيه كعبلون، وكان الفنان الكبير سعيد صالح ما كنتش اتوقع ان هو بيلحن اصلا، وما شفتش المسرحيه على المسرح، لكني سمعتها وكده وتوقعتش ابدا ان اللحن العظيم ده يعمله الفنان الكبير سعيد صالح رحمه الله عليه. فعجبتنا وكده، بس طبعا الكلام كان محتاج ان هو يتغير، فاتفقنا ان احنا نعمل الاغنيه دي وكده. لحن مين يا جماعه ما نعرفش، مش عارف مين كلام من ده. في الاخر كتبنا الاغنيه لحن فولكلور. وبعد ما قدم البوم ليه الحبيب ليه الحبيب لما هاجر يما وحقق نجاح معقول، الدنيا بدأت تتحرك بسرعة أكبر. فجأة يجي ألبوم عاتبك سنة 1992. عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ وده ما كانش ألبوم عادي، ده كان الانطلاقة اللي فجرت اسمه في كل الوطن العربي بأغاني بقت علامة في مشواره زي تعبان يا قلبي، تعبان يا قلبي ودموعي سالت، وحبينا جرحونا. بينا جرحونا قربنا غربونا. النجاح كان بيكبر ومحمد محي ماشي بخطوات واثقة. ينزل روح قلبي سنة 94، روح قلبي قلبي عليه مشغول، وبعدها بسنة أغلى الناس أغلى الناس يا عمري، لحد ما يرجع سنة 97 بألبوم شارع الهوى. في شارع الهوى وفي صغيرة. لكن فجأة اختفى محي لفترة مش قصيرة، وكالعادة لما بيغيب النجم الإشاعات تشتغل. في ناس قالت إنه تعبان ومشاكل صحية هي السبب، وناس تانية رمت التهمة على عمرو دياب. ليه عمرو دياب؟ لأن القصة أعمق من كده، ولو رجعنا بالزمن لسنة 86 هنلاقي محي لسه بيحاول يطلع للنور ومتفق مع شركة صوت الدلتا على إنتاج أول ألبوم، لكن فجأة الشركة تأجل وتعيد التأجيل، وفي النهاية تنتج لعمرو دياب ألبوم ميال. كم سنة وانا ريال ميال حبك انا شهور البال، وتسيب محي في الظل لحد ما اضطر ينسحب. والمفاجأة الأكبر بعض الأغاني اللي كسرت الدنيا مع عمرو زي بعد الليالي بعد الليالي من الفراق من الفراق، كانت في الأصل مكتوبة ومتلحنة لمحمد محي. ولما اتسأل عن القصة دي كان رده: كانت اغنيه من اللي انا حبيتهم جدا جدا في حياتي، يعني احساسها حلوه قوي. وطبعا عمرو دياب يعني هو لما اخدها يعني على الاقل قلت اهو فنان كبير فهم انا كان قصدي ايه. من الفراق اشتغلت فيها شويه، وبعد شويه برضو لا ناخر، لا طب نغير الكلام، لا مش عارف مين، لا خيرها بغيرها. فطبعا خدها برضو وغير لحنها عمرو دياب برضو. وكمان مش كده، ده حتى الفنان تامر حسني اخد منه اغنيه بعد ما بدأ في تلحينها. انا طبعا عايز اقول لك في فتره برضو قلت لعنتر هلال، طلبت منه الاغنيه دي، قلت له نفسي اعمل اغنيه اسمها انت بتحبي، انا حتى قلتها له كده انت بتحبي الزعل اكتر ما بتحبيني وكده. قال لي تصدق فكره ومش عارف ايه وكلام من ده، وقعدنا كتبناها. هي الاغنيه لحني بالمناسبه، ومن فتره غناها تامر حسني وغناها حلو جدا كمان، عجبتني قوي منه. انت بتحبي الزعل. لكن محي ما ردش على الكلام بالتصريحات، لا ده رد بطريقته الخاصة، وهي انه رجع سنة 2001 بألبوم صورة ودمعة. صورة ودمعة وكام ذكرى. الألبوم ده كان في حتة تانية خالص، وخصوصا بقى أغنية ليه بيفكروني. ليه بيفكروني عينيك ليه. لكن في الفترة دي سمعنا عن وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد فؤاد، بسبب ان محمد فؤاد كان بيتعمد ينزل ألبومه في نفس وقت نزول ألبوم محي، وده كان بيخلي محي يحس بالظلم. لكن لما اتسأل محي عن خلافه مع محمد فؤاد نفى الموضوع كله. لا كانت صدفة، يعني اعتقد كانت صدفة او كان سيزون. لاجل حظي الحلو ان علمك ان انا مثلا انزل مع فؤاد، يعني دي حاجة برضو. ده ما يظلمكش في بداياتك؟ لا ما ظلمنيش ولا حاجة، ورا للناس ان انا مختلف.
لحد هنا واللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. ليه بقى؟ لأن سنة 2003 رمى للجمهور القنبلة اللي خلت الكل يعرف مين هو محمد محي وكلكم، وده لما نزل لينا ألبوم قادر وتعملها. قادر وتعملها وتنسى هواك. الألبوم ده داس على الوتر الحساس عند الناس المجروح والناس اللي كانت بتفكر تعمل موف اون وكلكم، وصوت محيي الحزين ده في كوم تاني. يعني تظلمني انا قد احزاني. وفعلا بعد الألبوم ده لقبوه بأمير الحزن والنكد. مش بس كده، ده محيي شارك بصوته في كذا عمل زي أغنية أنا ما وصلتش لحاجة في فيلم مطب صناعي، وسنة 2010 غنى لينا برضه في فيلم الكبار. ومن بعدها محمد محي بقى ليه لون لوحده وصوت بيوجع القلب من غير ما يعلي نغمه، بقى رمز للحزن الراقي والصوت اللي لما تسمعه تحس انه بيغني لك من جوه قلبك. يمكن علشان كده فضل سنين بعيد عن الساحة، لكن كل ما بيرجع وهو محتفظ بمكانته، لا بيتغير ولا بيحاول يركب الترند. واختفى بعدها محي لمدة 5 سنين ورجع لينا بألبوم مظلوم سنة 2008. لكن الألبوم ما كانش بنفس نجاح الألبومات اللي فاتت، لأن ببساطة محي كان ماشي على سطر وسايب 1000. ولو هنقارن مشواره بمشوار الناس اللي من جيله فكفة محي أكيد خسرانة، لأنه مثلا مشواره مقارنة بمشوار إيهاب توفيق ولا هشام عباس مش هيبقى فيه وجه مقارنة أصلا، رغم إن كلهم جت عليهم فترة وبقوا ما بيظهروش كتير، لكنهم كان عندهم مشوار فني كبير ما بيغيبش بالسنين ويرجع بألبوم. والمرة دي بقى محي ما اختفاش لمدة 5 سنين بس، واختفى من سنة 2008 ورجع سنة 2015 بألبوم الخوف من اللي جاي. الخوف من اللي جاي. وقتها الألبوم ده اتعرض لتريقة كتير على السوشيال ميديا بسبب اسمه، وقالوا إن ألبوماته بتنشر الحزن والكآبة، واختفى محي وقال عدولي. وبسبب إن فترة بعده عن الساحة طولت اتعرض لمواقف طريفة خالص. كنت نازل من البيت، كنا في شتاء ولابس ايس كاب كده وانا دقني كبيره عندي ميعاد حالا، فشاورت على اي حاجه على اي تاكسي، وقف تاكسي وركبت معاه. بتحب محمد محي؟ قال لي محمد محي بحبه، محمد محي ده جميل. قال لي يا باشا استغنى خلاص عن الشغلانه دي. قلت له لا انا ما سمعتش ده، ازاي يستغنى؟ قال لي يا باشا اتجوز حد مهم جدا وعايش بره وطيارات خاصه. قلت له انت عرفت الكلام ده منين؟ قال لي ابني كان السواق بتاعه، انا ما كانش عندي في عمري سواقين يعني. ورجع سنه 2020 بألبوم بتاع زمان. بتاع زمان ما قدرش في يوم ينساه، لكنه ما كانش بنفس نجاح الألبومات اللي فاتت، لأن ذوق الناس الفني اتغير، وفي نفس الوقت رجع في وقت الكورونا وكل الناس وقتها كانت دماغها في إنها إزاي تتخلص من الوباء. وبعدها رجع سنة 2022 بأغنية سنجل باسم ما بقتش شبهي. ما بقتش شبهي بخاف مني. انتوا متخيلين الفترة دي؟ حقيقي في الوقت ده بتكون الناس نسيتك يا فنان، لكن لما اتسأل محي عن غيابه ده قال ان موت والده كان من اسباب غيابه، ووضح برضه ان السوق اتغير وبقى فيه اهتمام بالترندات، وان الذوق العام للجمهور اتغير، ودي حاجة قعدت ملخبطاه فترة، وانه مش لاقي نفسه وسط ده كله فقرر ياخد خطوة لورا. بس لو هنفكر فيها فده سبب مؤقت مش دايم. في ناس طلعت كلام وقالت ان كان في فنان بيحاول يعطل محي، وناس تانية قالت ان هو اللي كسول. بس السؤال اللي بيتكرر في دماغنا كلنا، محي بيصرف منين بمشواره الفني البسيط؟ والاوقات اللي بيختفي فيها دخله منين؟ لكنه رده قال عندي حاجات برضو جنب الفن يا صحيح، حاجات بسيطة وأفكار بسيطة، يعني في السياحة يعني حاجة شبه مثلا بيت هنا ممكن أأجره، حاجات قليلة جدا لكن هي بتساعدني. وتفتكروا الغموض خلص على كده؟ لا، اللي عدى حاجة وحياته الشخصية حاجة تانية خالص. محي دلوقتي
دلوقتي عنده 55 سنة ولحد دلوقتي لسه ما اتجوزش. انتوا متخيلين الموضوع؟ ولما اتسأل عن سبب عدم جوازه في السن ده رد وقال مش رافض، لا بالعكس، انا احب جدا اتجوز وكده، لكن الموضوع كل ما بتكبري كل ما بيكون بتخافي اكتر، بتخافي من الفشل في وقتك، محتاجه حد فعلا يكون متفهمك ومتفهم طبيعه شغلك، كمان طبيعه بعد كل العمر ده لسه كمان خايف؟ مش طبيعه شغلك، طباعك انت كمان. لكنه قال انه جرب حظه وخطب اكتر من مرة لكنه ما كانش موفق والمواضيع ما كانتش بتكمل خالص. بس لو هنتكلم من الناحية الإيجابية في حياة محيي هنلاقي إنه هو من أكتر الفنانين اللي كان بيدعم المواهب الجديدة، واكتشف فنانين كتير اسمهم كبير في الساحة الفنية زي الفنانة شيرين عبد الوهاب، واللي كانت بدايتها معاه في ألبوم صورة ودمعة لما شاركته في أغنية بحبك. أيوة حبيبي بحبك بحبك. والفنان عصام كاريكا وغيرهم كتير. واخر حاجة قدمها لينا محيي كانت اغنية مات الكلام سنة 2022. مات الكلام خلاص سلام هوانا ده انت. وكانت الاغنية دي بمثابة رجوع محيي للوسط، لكن هل هيعرف يحفر مكان لنفسه؟ خصوصا ان الوسط الفني اختلف كتير عن زمان، بالذات ان في اذواق جديدة دخلت في عالم الفن زي المهرجانات والراب. انت تيجي معايا يا ابو شفة فراولايا. بيسأل عن المبدأ وقت المدى بيروح فين. وطبعا مش هننسى اخر ظهور ليه على الشاشة، واللي كان المرة دي مش في اغنية ولا فيديو كليب، لا ده كان اعلان. اتخنقت. انت شايفنا قاعدين بنضيع وقت؟ روح يا ابني هات الاكل. الظاهر كده ان الفنان حب يغير القالب اللي فضل طول عمره محافظ عليه. محيي قدر يكون ثروة بسيطة مقارنة بغيره من نجوم جيله تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليون جنيه. وفي الاخر محمد محيي مش بس فنان حساس، ده لغز فني محدش عارف يفك شفرته لحد دلوقتي. اختفى في عز مجده وظهر في وقت الناس كانت فاكراه انه مات فنيا، رفض الترند وساب الساحة لناس كتير، بس لما رجع يعلم عليهم من غير ما يزعق. ورقة وقلم وتعالى نحسب سوا. هو مش نجم برامج ولا صاحب سوشيال ميديا مولعة، بس أغانيه بتقلب المواجع لحد النهاردة. اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت. وساعات تحس انه كان ممكن يبقى رقم واحد، بس هو بنفسه اختار يبقى رقم خاص جدا عند جمهور قليل بس مخلص. وفي زمن كله دوشة محمد محيي فضل الساكت اللي صوته اعلى من الكل، وساعات الهدوء بيخوف اكتر من الصوت العالي.